عيد القيامة، عيد الفصح، أعياد الربيع، أعياد شم النسيم، مناسبات جميلة تجمع أعياد عنصرين. البتيفور. طبعا الفنان رمسيس معانا النجم والصديق وجايب بتيفور وانت اللي عارف انا متعود. سبت الشغل ونازله هو النوع اللي أنا بحبه. كمان كل سنه مبسوط جدا، كل سنه وانت طيب. هذا نايس تايم. أنا سبقتكم. انت وحشنا بقالنا مده ما شفناكش. سنتين. ايه بقى اللي حصل؟ يعني المهم الحياه بص من سنتين قد ايه كنا هنا من شهر من سنتين. ايوه. ما اعرفش برضه العيد اللي فات كان في حاجه كنت بره مصر اعتقد. بس احنا يعني بتعيد من ورانا يعني. ولا اتجمعنا تاني. اهلا وسهلا على السلامه، كل سنه وانت طيب. كلمة تنطبق عليك بشدة، أنك لا ترى أن الحياة لا يمكن احتمالها إلا بالابتسامة. وعايز أعترف إنه مش كلامي، ده كلام أستاذ أنيس منصور في مقدمة كتابك رمسيس. ما اعرفش. هو طبعا الابتسامه دايما تصنع المعجزات. وبعدين الواحد يكتئب ويعمل حدوته يعني. طب لما اتكسرت بقى حاجات الناس دي طبعا الساده المشاهدين هقول لهم سر اول مره ان انا صورت يا تلفزيونيا السنه دي. كنت بسيب يمكن الحلقات الاولى يلاحظوا ان انا كان بيفتح الكادر عليا وانا قاعد. كان متعود امشي في البيوت واتامل الشقه وكده. في الحلقات الاولى كنت مكسور، وكان معايا طبعا المخرج شكري عميره. عارف المخرج لذيذ قوي. قال لي ممكن تخش في العكاز وتسيب العكاز بقى. عملت له كده. عدى رمضان من غير ما حد يحس. كنت بسيب فعلا بقى عكاز وحدوته. وبعدين السنه دي بالتحديد انا كنت سعيد لاني طبعا كان عندي نوعيه رؤيه مختلفه. 30 شخصيه من علماء مصر اللي حصلوا على جوائز الدوله. هي دايما بتصور وانت لابس اسود زي النهارده عشان تبان عشان اسلم. ودي حكايه سخن برضه. ما السخن ده انا حكايه حاجه. اولا هي فكره العلماء دي كان بس اعتراف بالخط في فكره الصفوه دي. طبعا اكتشف ان كل البرامج تهتم بالعلماء. انا على طول على فكره واخد خط ملوش دعوه بالفنانين. انا خدت خط الاسره من حوالي 6 سنين. الزوج والزوجه هو وهي، وبعدين الزوج اللي هو واخواته والعيله بتعز بيتنا والاصدقاء. يعني الروح الجميله اللي موجوده في بلدنا. كنت نفسي انا معاك اخر حلقه اخدك والمدام. انا موافق السنه الجايه. خلاص بس بجد يبرمت ويطلع معانا نادر برضه. فالسنه دي صفت دي طبعا عشان احمد زويل الجو ده. انا افتكرت ان العلماء دي هتبقى صعبه بالنسبه لي. بيساعدني الحقيقه الدكتور مفيد شهاب جاب لي قائمه ب 30 عالم اللي خدوا جوائز الدوله التقديريه والتشجيعيه. كانت سهله جدا. طبعا مش عايز اقول لك الناس دي قد ايه لذيذه ومتواضعين وبسطاء وجمال. ان شاء الله اعتقد ان انا هكمل السنه دي ومنضبطين في مواعيدهم. فنان رمسيس شايفين لك صوره جميله معانا هنا وانت بتشارك في القوافل السياحيه مع الدكتور ممدوح البساجي وزير السياحه، وماسك الورق والقلم بتاعك وبترسم. يا ريت تدينا فكره عن الدور اللي انت بتقوم بيه. احنا كل سنه دايما بتسالني تقول لي ايه واي انت بالنسبه بين الشارع. قلت له مفيش غير رمضان بس. هرد عليهم بقى زي بقول لهم عشان ابقى زي الفاكهه. يكتبوا الناس يعني ابقى وحشكم. الحقيقه طول السنه انا كل القافله السياحيه اللي بره مصر مع الدكتور البلتاجي ومجموعه تنشيط السياحه انا الشو بتاعهم سوبر ستار. كان الفكره دي فاكرها انت يا نادر اللي على البرد اللي عليه توت عنخ امون او نفرتيتي للفراعنه. السنه دي الدكتور ممدوح عمل فكره جميله. السنه دي بقى ويلكم تو اور معلش الانجليزي بتاعي لايك يور جابانيز 7 ميلينيوم. مرحبا. والورق ده اتعمل كده وفي الهولي والرسم بقى وبرسم هنا ده عند 6 مشاهد كل سنه كنت بترسمنا هعزمك اخر بسنه والله. اخر حاجه انا كنت لسه في موسكو من 3 اسابيع. المهم قبليها بيوم كنت في المانيا. يعني بس اوريك ان ازاي انما الفنان الطائر يعني المانيا وبعدين بين المانيا وموسكو يومين. ما اقدرش اقول لا طبعا ان نداء فكانت جميله. هو اسعد حاجه بتسعدني انا جوايا ان لما الاقي طوابير بره مصر. النجاح بره مصر ليه طعم جميل. وعايز تعرفوني بره لا في المانيا ولا في جنوب افريقيا ولا يعرفوا يا تلفزيونيا. طبعا هنا الناس رمسيس التلفزيون بره ما يعرفوش الكلام ده. فلما الاقي ناس متجمعه طوابير طويله طبعا ده احساس يخليك تيجي. الواحد عنده سيلف كونفيدنس. بيترج من جوه. هذا سيلف كونفيدنس. هتسيب الاثنين بكره فين؟ بكره احنا متجمعين اخواتي. طبعا ما بنشوفش بعض غير في شم النسيم او يوم الجمعه اللي هو اول امبارح.
في طقوس غريبه قوي يوم الجمعه على فكره، ان كل العائلات بتتجمع وياكلوا طعميه. يعني عندك فكره عن الموضوع ده؟ لا طعمية دي لا معرفش. يوم الجمعه الحاج فبكره احنا رايحين العين السخنه متجمعين وحابين نحل المشكله بتاعت ان احنا نقعد نسوق وحاجات زي كده، فرحنا متجمعين جايبين اتوبيس مكيف بنبقى 20 راكب انا واخواتي واولادنا وذوق على مهلك سوق بكره الدنيا ذوق على فكره روح معانا كل كمال السنه بالمناسبه ناس بتسوق على مهلك سوق. اولا احنا بنشكرك لان هداياك يعني مغرقانا النهارده ومعانا العدد اللي لسه ما صدرش من صباح الخير، وهنتعرف على الكاريكاتير اللي لسه الناس ما شافتوش. بنعمل سبق ده مش غدا تقول الصحافه، ده بعد الغدا اللي هيقول ونقراه مع بعض. الكاريكاتير بتاعك بيبقى جميل قوي، بس ايه اللي ما بتتريقش علينا فيه؟ المزرعه طبعا هنا هنا على باب الاستوديو لا ده انا بس عايزه بقى انا عايز حضرتك تقولي انت ازاي. هو طبعا يهتم بالاستشفاء عايز اسمع الكاريكاتير بصوتك الجميل. لا طب ده الراجل. لا اعترافات كاريكاتير خلاص. لا اقول الادوار النسائيه ولا تقولي كله عشان يتاكد ان احنا من القطاع. هو واحد يقول لحبيبته يعني ايوه انا ما اكلتش فسيخ وبصل يا حبيبتي السنه دي. اللي انت سماه ده ريحه السنه اللي فاتت. وبعدين جورنال او ورقه 150 طن فسيخ وملوحه. ده خبر. وتغني واحده وقف الخلق ينظرون جميعا كيف هبطت الاطنان واحده. لا انا عجباني بتاع نروح تعبان دي. الناس اتفاجئت بيقول لك راجل روح تعبان نام زي الفسيخه، عصروا عليه ليمون وكلوا. ودي حلوه كمان بتاعت كاظم الساهر اني خيرتك فاختاري مسك الفسيخ. وخطر ممنوع الاقتراب او التصوير يسطا. اني خيرتك فاختاري ما بين الموت على بطني او فوق ليموني. اظن ده يعني ده تسويق الدكتوره لا اقراها بقى انت. ده الدكتوره ناديه مكرم عبيد طبعا اللي هي يا عيني بتتعذب من بتقول يا رب هي راكبه طياره وطايره فوق القاهره وطالع من القاهره بقى مش عاصف مش في السحابه السوداء حاجه كده، فبتقول يا رب هلاقيها منين ولا منين؟ من السحابه السوداء ولا السحابه الزفره اللي هي طبعا الروايه ده غدا بعد غد تقول الصحافه. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وبعدين انا بستمتع بفنك الجميل بقى وتشوف الورق الجميل على الحاجات اللي بتشوف ايه واول 7 مليون هو الاثنين ده انجليزي. ده اللي انا بعمله انجليزي يا مصر. بص ده بالظبط اللي انا بعمله بره. طبعا مع اختلاف الشعر بيبقى اكثر العيون الزرقاء احنا شعرنا انعم طبعا بقول وات بلو ايز وات بيوتيفول بلو بس ما تركزش على الصلع اللي هنا. خليك بروفيل اوكي. طبعا هتخليني بقول بس زي البروفيل ليه؟ اللي اسهل واسرع. ايوه بعدين كده اهو الكاميرا عايزه تجيب انا بقى الحديد عليا حديد كاميرات ايوه كده كده 400 كده كويس. وبعدين كده انا يعتبر كمان مش بسرع قوي عشان ايه خلاص. انا معاك الشفت كده خلاص ترانسيت ايه عارف التسجيل يعني ايه؟ نادر سوبر ستار. انا شايفاها ماجدة يعني انت بقى يجيني بروفيلك تبدا شكل نادر زياد. ده بس عايزينه نادر اللي في نشرة الاخبار مش صباح الخير على هيئه المحكمه. انت نادر عشان شكلك فيه نجوميه على فكره. انت عارف تشتغل في السينما؟ ايه بتفضل انت عارف. انت عندك الدور اعتذرت عنه قد احمد السقا. حبيبي يا رب. ماشي خلاص خد راحتك. تمام. والحسن اهو وكده اهو بعدين رامسس تمام. تمام. يا جماعه احنا سعيد بيكم او كل سنه وانتم طيب ومشي على الصور احنا بنعمل حركه صباح الخير تمثل حاجه ما يصحش شكله قول افتكروا عليه نادر دياب احنا في قوي على كل حاجه وكل سنه وبعدين هتاخد اللي تفوق ده مهم قوي الشغل بقى بس عشان اطمن الساده المشاهدين ليه؟ انا خدت وعد من فنان كبير قوي وخدعني يعني قال لي انت انا هعمل فيلم العندليب. انا هقول له انت تعرف مين؟ هعمل فيلم العندليب وانت تعمل صلاح جاهين
انت معايا، انت دلوقتي اتخن زي ما انت عايز. جميل. المخرج المنتظر اللي يعمل الفيلم ده هتعرفه من صوته برضه علي بدر خالد. مفيش، انا عايز الشيخ ماليش دعوه، انت صلاح جاهين بالظبط. انا استعملت صلاح جاهين فزوره من فوازير احدى المحطات الفضائيه. ولبست الجيتين ولا دي صح. فجيت جنن قعدت اتخن. الفنان ده اجل الفيلم عمل دلوقتي فيلم تاني. بس انت هتعمل فيلم الورده البيضاء. الفله دي انا كمان ليها قصه دي دي بقى. انا من مواليد فبراير، قريت فبراير فالنتاين. تعرف بتاع الدلو، دي السان فلاور، حبات الشمس، مشاجر الاضواء. بتوع الدلو اللي زي المعقدين يحبوا الاضواء. شفت انا باخد الجزء ده انا دي بتساءل بيها. دي بتمثل انت معجب بيها قوي. انت هتديها لي باين بجد بس هي عملت محتاجه تنزل تفكها وهو كذلك. انا بس اكثر منك. متشكرين قوي بسرعه. كتير انا هو شكرا ميرسي جدا. انا بس وعايزين معانا كده كل سنه. انا عايز اقول لك ان في واحده كمان بره الاخواننا اللي عملوا وراء احنا نسينا نقول ان انت المكافحين. كل سنه وانت طيب.